وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده هنا في يوم جديد في سهره رمضانيه مختلفه، ومعانا نجوم بقى مختلفين عن العاده وهم لعيبه فريق السلام. نتعرف بيك. اسمي مازن فؤاد فاروق من كابتن مواليد كام؟ مواليد 2007. نتعرف بيك. بير محمود زاهر مواليد كام؟ 2009. نتعرف بيك. يوسف سامح سمير 2007. لو حابين النهارده نهنئ الشعب المصري نقول له ايه؟ بنقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا، ويا ريت يعني رمضان يبقى احسن يعني من رمضان كله. شايف النهارده دوري ابطال مصر احتكاك كويس استفدت من خلاله، يمكن انت من اللعيبه القديمه اللي يمكن تاني موسم على التوالي بتلعب فرقه السلام اول، شايف دوري ابطال مصر احتكاك كويس؟ طبعا ده بيدينا خبره كبيره في الملاعب. النهارده يمكن انت من اللعيبه القديمه بقالك تاني موسم على التوالي، يمكن شايف دوري ابطال مصر احتكاك كويس استفدت من خلاله؟ بنلعب حلو، بنستفاد من الدوره والكلام ده. شايف النهارده انت كلاعب يمكن الكابتن بيتكلم معاك بشكل شخصي على طول، شايف بيبقى توجهاته ليك بيقول لك ايه؟ انا شايف ان كابتن حمدي احسن كابتن اصلا في الدوري كله، وهو كابتن كويس جدا، وباذن الله مع الكابتن ده هناخد الدوري باذن الله. شايف مثلك الاعلى نفسك تبقى زي مين؟ طبعا بحب كابتن محمد صلاح، بس انا طبعا بحب برضو كابتن كريستيانو. مثلك الاعلى نفسك تبقى زي مين؟ مثلك الاعلى. رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا صندوق خلال كل مباراه تقول لهم ايه؟ احب اقول طبعا لاولياء الامور انتوا ورانا، طبعا مامتي يعني بحب يعني اديها رساله من هنا يعني اللي هي بتقف جنبي، واحب اقول للعيبه برضو ان شاء الله يعني لو فضلنا كده مع بعض كده ونكسب ان شاء الله الماتش ده ان شاء الله هناخد النهارده احساسك ايه؟ يمكن فرقه السلام يمكن ده اول ماتش ليكوا في البطوله، بيبقى كحارس مرمى بيبقى توجهات ليك الكابتن مديك واجبات تتكلم مع اللعيبه، يقول لك بتقول ايه؟ بيقول لي مسك الناس وخلي اللعيبه اتكلم مع اللعيبه وخلي بالك وقف في نفس الجون وكده. لو النهارده توجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي جم صندوق خلال المباراه تقول لهم ايه؟ لا دول احسن ناس بامانه، ووقفوا ورانا في كل حاجه وما بيسيبوناش خالص، وكل ماتش بيشجعونا بصوت عالي، بنخوف الفريق اللي قدامنا ايا كان هو، وباذن الله الدوري بتاعنا. سعيد بلقائي معاكم نجوم فريق السلام اول، وانتظرونا وتغطيه خاصه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر.